تفضل يا سيدي، تفضل بأبي أنت وأمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا أبا عبد الله، لأن منك السلام وإليك السلام. تفضلا واجلسا. شكرا لك يا سيدي. ما بالكما؟ سيدي، لا يليق بمقامك أن أشكو إليك لوعتي، فالكلام طويل ولا منتهى له. تحدث وهات ما عندك. سيدي، هذه زوجتي أم قيس، وهي تعيش في كنفي وجواري. قد جئت معها إليك لأن بيننا خلافا وشجارا طال أعواما، وأنا سئمت الحياة معها. سيدي، لقد بلغ الأمر إلى حد أنها لا تطيعني في أقل القليل، وتؤذيني بحديثها وكلامها، وتخرج من بيتي دون إذني، والطيب يفوح منها ولا تبالي. تسيء الظن دوما ولا تحملني على محمل خير أبدا. ترتدي ثوب العناد فأتجرع منها كل يوم 1000 غصة. تتضجر كثيرا ولا تصبر، فأبيت غضبانا عليها كل ليلة، إلى أن غدوت غير مستأنس بالنظر إليها حتى ولا بالعيش معها. هذا ما لدي يا ابن رسول الله. وأنت يا أمة الله، تحدثي وهات ما عندك. سيدي يا أبا عبد الله، لم يعد زوجي يهتم بشؤوننا، ولم يعد يهنأ بالجلوس في الدار، وإن جلس فسرعان ما يغلبه النعاس. لقد ديست كرامتي تحت قدميه، أراه دوما عبوسا قمطريرا، يتنابز بالألقاب ويسيء إلى أهلي وعشيرتي، ويمد يده على وجهي ولا يدرك حرمة هذا الفعل الشنيع. يغل يده ويحرص على ماله حرصا لا حدود له، ولا ينظر إلى حوائجنا، ولا يجلب قوت يومنا إلا بعد آهات وعويل. ولقد بلغ الأمر يا ابن رسول الله إلى أنني أخرج وحدي من البيت كي أشتري طعاما لي ولأولادي. رغم ذلك كله أردت منه التبسم وحسن المعاشرة، أردت منه المودة والإخلاص، لكنه يا سيدي لا يسمع عقيرتنا. تأملوا وتفكروا. وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ هل قرأتم القرآن؟ بلى يا ابن رسول الله. هل قرأتم قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ بلى يا سيدي، قد قرأنا ذلك. إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. سيدي، وهل ما كان منا من قسوة القلب؟ ذهاب الإيمان ثم قسوة القلب. إن لكل شيء قفلة، وقفل الإيمان والرفق نصف العيش. ولما خلق الله الإيمان قال: اللهم قوني، فقواه بحسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله الكفر قال: اللهم قوني، فقواه بالبخل وسوء الخلق. فداك روحي يا ابن رسول الله،
زدني بصيرة. إياك واللعن والشتم. سيدي، سأتنزه عن اللعن والشتم، بل سألعن الجماد ولن ألعنها. مهما كان الملعون جمادا أو حيوانا أو إنسانا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على امرأة لعنت ناقة وعلى رجل لعن بعير. ومن علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. أعوذ بالله من همزات الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله. يا أخي، لبيك يا مولاي. حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. سيدي، وما قدر صبر الرجل على سوء خلق امرأته؟ من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب عليه السلام في بلائه. ما شاء الله. ومن احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له الجنة وكتب له 200,000 حسنة ومحى عنه 200,000 سيئة ورفع له 200,000 درجة. وكتب الله عز وجل له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله تعالى مثل ثواب آسية بنت مزاحم. زدني يا ابن رسول الله، زدني. إياك والبخل. البخل؟ فإن البخيل في الدنيا مذموم وفي الآخرة معذب. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. واعلم يا أخي أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، وأنه ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. صدق. فإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. واعلم يا أخي بأن الرزق للزوجة والأولاد. معاذ الله إن كنت من الباخلين، لكنها يا سيدي تمن علي كثيرا إن أنفقت من مالها علي. لقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة منت على زوجها بمالها فتقول إنما أنت تأكل من مالي حبط عملها ولو كانت من أعبد الناس إلا أن تتوب وترجع وتعتذر إلى زوجها. فاتق الله يا أمة الله. يا أبا قيس. لبيك يا مولاي. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: أخبرني أخي جبريل ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت ألا يحل لزوجها أن يقول لها أف. والله تعالى يقول في محكم آياته: وعاشروهن بالمعروف. سيدي، أعترف إليك بجرمي. لقد طاش عقلي ولم أنهي عن ضربها، إلا أن الله تعالى قد أشار بالضرب في محكم كتابه الكريم حينما قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أليس كذلك؟ ألا يتجاوز الضرب بالسواك. هذا إذا انعدمت الفائدة المرجوة بعد تجاوز نطاق المضجع. ماذا سيدي؟ ألا يتجاوز الضرب بالسواك وهو عود صغير لا يتجاوز طول الإصبع الواحد. نعم، ومع عدم الجواز بترك أي أثر على الجزء المضروب. لقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي رجل لطم امرأته أمر الله عز وجل مالكا خازن النيران فيلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. استجير بالله. وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة سمر كفه بمسامير من نار. استجير بالله. يا أخي، لبيك يا مولاي. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك. ومن أجل ذلك يا ابن رسول الله شلت قواي أن أصلح أمري، فليس لي نجاة سواكم أنتم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. اتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب. الغضب يا مولاي؟ الغضب مفتاح كل شر، وهو جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك. والله يا ابن رسول الله لا أملك نفسي عند الغضب، فلربما سببت وقذفت وضربت. إذا غضبت فتذكر غضب الله عليك، ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله. وهي تغضب علي أيضا يا ابن رسول الله. خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك، لا أكتحل بغمد حتى ترضى عني. سيدي يا أبا عبد الله، في قولك هذا شفاء للصدر. أجل والله. ناشدتك بالله، ما حق الزوج على المرأة؟ أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. ولو خرجت الزوجة من دون إذن زوجها فما الحال إذن عند الله تعالى؟ إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة. لعنة أبدية؟ حتى ترجع إلى بيتها. حسنا يا ابن رسول الله، وهل وقع علي جرم حينما تطاولت عليه بلساني؟ يا أمة الله، لقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه. وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله فكانت أول من يرد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما. وما الإسلام إلا الحب. سيدي ومولاي، ما تقول في امرأة لا تثق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه
لم تقبل منها حسنة، وتلقى الله وهو عليها غضبان. وأيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها. فديتك بنفسي يا ابن رسول الله، إنها تخرج من البيت والكل يشم منها رائحة العطر والعنبر، أيصح ذلك؟ لا يصح ذلك. فأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. وأنت يا أخي، لبيك يا سيدي، رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله يا ابن رسول الله لقد كنت أسعى إلى رضاها، لكن غيرتها المشؤومة تحول بيني وبينها كثيرا. وإنني ناشدتك بالله يا ابن رسول الله، هل يصح للرجل أن يصافح ويفاكه النساء؟ لا، فإن من صافح امرأة حراما فقد باء بسخط من الله، وجاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار. ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا 1000 عام في النار. والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها. أستجير بالله تعالى من اتيان الكبائر. وما مصير الرجل إذا التزم امرأة حراما يا ابن رسول الله؟ من التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار. وكيف نقي أنفسنا من فعل الخطايا؟ غضوا أبصاركم تروا العجائب. وهل يبلغ النظر إلى هذا الحد؟ النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أعرف من النساء يا مولاي ما يبدين زينتهن وشعورهن لغير أزواجهن ومحارمهن، فما شأنهن عند الله؟ الويل لهن، لن يدخلن الجنة ولا يشممن من ريحها إلا من تاب وأصلح، فإن الله تواب رحيم. استغفر الله ربي ولكم. يا أخي، لبيك يا مولاي. إن خير النساء الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان عن غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها. فاشكرا الله تعالى على ما أنعم عليكما من آلائه ونعمائه. صدقت يا سيدي ويا مولاي، يجب أن أشكر الله تعالى أن وهب لي زوجة مؤمنة
طاهرة صالحة عفيفة وعزيزة في أهلها، لكن الشيطان قد استحوذ علي وأنساني ذكر الله، فحال بيني وبين زوجتي فظلمتها وقسوت عليها. أقسمت عليك بمولاي جعفر بن محمد إلا أن تهدأ وتشرب هذا الماء وترتوي ريا هنيئا. ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة. جزاك الله خير الجزاء يا ابن فاطمة الزهراء، لقد عاد زوجي إلي، الحمد لله. أصلحت أمرنا وأحللت عقدة رزيتنا يا ابن رسول الله، والله لقد كنا قوما غافلين. يا أم قيس، ناشدتك بالله وبسيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إلا أن تسامحيني، فسأكون لك من هذا اليوم ومن هذه الساعة زوجا صالحا أفي بحقك، فإني أتوب إلى الرحمن إن كنت شقيا. هون عليك، لا تقل ذلك يا أبا قيس، بل أنا الذي أقسم عليك بالله وبحبيبه المصطفى إلا ما رضيت عني وعفوت عن خطيئتي، فإني أعاهد الله تعالى أن أكون زوجة صالحة تخشى الله في زوجها. بارك الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنيئا لكما وبارك الله فيكما. شكرا لك يا سيدي، شكرا يا مولاي. والآن يا مولاي نستودعك الله، في أمان الله يا مولاي، في أمان الله. قبلوا أولادكم، لكم بكل قبلة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين 500 عام. حسنا يا مولاي، في أمان الله، في أمان الله يا مولاي. جعلت فداك يا ابن رسول الله، أعطني المسحاه أكفك العمل. أحسنت يا عبد الله، فإني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة.